ازيكم يا حلوين. في ايام الحر اللي احنا فيها دي بنبقى عايزين تحلية سهلة وسريعة من غير اي وقت او مجهود او حتى نشغل الفرن. هنعمل مع بعض تحلية سريعة وسهلة تبان ان هي فخمة ومتعوب عليها، ولكن هي بمكونات بسيطة جدا وموجودة عندنا في البيت. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وكمان تكتبوا لي تعليقات حلوة منكم. المكونات اللي هستخدمها هتكون لتر حليب، وكمان بسكوت شاي، اي بسكوت سادة عندك ينفع، ومعايا نص كوباية من الكاسترد، وتلت كوباية من السكر، وكمان معايا باكت نسكافيه بطعم الفانيليا، ومعايا ظرف فانيليا باودر. اول حاجة انا جهزت الصينية بتاعتي، اي صينية عندك ينفع، سواء الومنيوم او اللي بتتفتح او بايركس، اي صينية موجودة هتنفع تشتغلي بيها. انا هشتغل في صينية بايركس رصيت فيها كل كمية البسكوت اللي معايا. طبعا انا مش هسقسقها في اللبن ولا حاجة، لان انا عايزة قرمشة البسكوت تفضل موجودة. بعد كده جبت حلة وهنزل فيها لتر اللبن. طبعا انا هنا بوريكم الكوباية المعيارية اللي انا اشتغلت بيها، هي 4 كوبايات من الحليب، هي بمقدار 250 ملي. سواء هتشتغلي بالكوباية المعيارية 4 كوبايات او مج الشاي العادي برضو هيعادل 4 كوبايات. وحطيت نص كوباية الكاسترد وتلت كوباية من السكر. طبعا للناس اللي بتحب السكر معتدل تقدري تزودي السكر شوية يوصل لنص كوباية، بس مش اكتر من كده عشان ما يبقاش سكرها زيادة قوي. وحطيت كمان النسكافيه وقلبت كويس. رفعتها على النار على درجة حرارة متوسطة، ما تعليش النار خالص، مع التقليب المستمر لغاية ما الخليط ده يمسك ويتقل ويبقى قوامه كده تقيل زي البشاميل. اهو بصوا، اول ما تبقبق كده معايا تبقى خلاص استوت. حطيت ظرف الفانيليا ورفعتها من على النار، خلاص كده هي استوت. طبعا وهي لسه سخنة هضيف إضافة مهمة جدا، وهي الزبدة. ضفت معلقتين كبار من الزبدة، هتودي الطعم يا جماعة في حتة عالية قوي، هتخلي الطعم أغنى بكتير. وضفت كمان معلقة من القشطة، سواء قشطة وش اللبن لو عندك، أو القشطة المعلبة زي اللي معايا دي برضو تنفع. بس صدقوني بتخلي الطعم رهيب. يعني الخليط ده يا جماعة ملوش أي علاقة خالص بالمهلبية، ده بودنج كده، ميكس احنا عاملينه كده مع بعض. الزبدة مع القشطة هتدي قوام كريمي، طعم غني، هتدي طعم بجد حلو جدا. طبعا مع النسكافيه نكهة الفانيليا مدينا كده ميكس جميل جدا، هيعجبكم جدا ان شاء الله، بس لازم تجربوه. طبعا صبيت الخليط ده وهو سخن على البسكوت، بحيث ان هو يطري البسكوت سنة بس ما يخليهوش يبوش. طبعا احنا لو كنا سقسقنا البسكوت في لبن طبعا ممكن يبوش شوية، لو البسكوت بتاعك خفيف هيبوش شوية ومش هتحسوا بطعمه. لا، انا عايزة قوام البسكوت يفضل موجود. رصيت طبقة كمان من البسكوت ونزلت الكمية المتبقية من الخليط بتاعي لغاية ما تغطي كل البسكوت. طبعا انت لو عندك وقت بقى ومعاكي كمية بسكوت كبيرة تقدري تعملي طبقات كتير، 3 طبقات 4 طبقات زي ما تحبي. انا اكتفيت بطبقتين بس، وخلاص على كده. طبعا خطوة مهمة جدا، الخليط ده وهو سخن لازم تغطيه بكليننج فيلم، ولازم يلامس السطح بتاع الخليط ده. طبعا انتي لو مغطيتهاش اكيد اغلبنا عارفين ان هي هتعمل قشرة كده من على الوش، وهتبقى بتكلكع في البق وطعمها مش حلو، وكمان شكلها هيبقى مش حلو. الوش هينشف والقوام زي ما اتفقنا هيكون مش حلو، فلازم نغطيها بسرعة. يعني وهو سخن ولسه البخار كده بيطلع لازم تتغطى. طبعًا هندخّلها التلاجة مدة ما تقلّش عن 3 ساعات، ويا سلام بقى لو عاملاها قبلها بليلة كمان هتكون حلوة جدًا. طبعًا التحلية دي سريعة وسهلة، يعني لو جاي لِك ضيوف كده تقومي تحضّريها بسرعة وتركنيها في التلاجة وتقدّميها، هتكون شكلها شيك وطعمها كده تحسّوا إن هي متعوب عليها أوي، ولكن هي بسيطة جدًا. طبعًا زيّنيها بقى زي ما تحبّي أو زي ما الأطفال يكونوا بيحبّوا. ممكن زيّنيها بمكسّرات مثلًا مفرومة، ممكن sprinkles. أنا اخترت إن أنا أزيّنها بشوكولاتة مبشورة، كان عندي كده نُص بار شوكولاتة بشرته زيّنت بيه الوش، عمل mix كده حلو وطعم حلو مع الخليط اللي إحنا عملناه مع بعض.
طبعًا ممكن كمان تعمليها في كوبايات وكل واحد ياخد الكوباية بتاعته أو كاسات تقديم مثلًا، هتكون برضه شكلها حلو أوي. بُصّوا بتتقطّع بكل سهولة، طبعًا بعد ما تماسكت وقعدت وقت كفاية تسقع في التلاجة، هتتقطّع معاكم بكل سهولة. يا رب يكون الوصفة النهارده عجبتكم، أتمنى إن أنتم تجرّبوها بسرعة وتقولوا لي إيه الأخبار، عجبتكم والّا إيه؟ يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، أنا باقرا كل التعليقات بتاعتكم وبافرح بيها جدًا. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. باي، باي.